في قرية صغيرة في محافظة المنوفية سنة 2018 حصلت حادثة مرعبة وغريبة جدا جدا، خلت الناس اللي هناك مش قادرة تنام بالليل تماما. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. كان في راجل فلاح بسيط اسمه عبد العاطي، معروف بهدوءه، وكان عنده أرض بيزرعها لوحده. وفي يوم من الأيام أهل القرية صحيوا على صوت صراخ جاي من ناحية المقابر. راحوا يشوفوا في إيه ده؟ لقوا عيلة عبد العاطي بتدفنه. الراجل الطيب كان تعبان شوية، والدكتور قال إنه مات بأزمة قلبية، فدفنوه في نفس اليوم زي العادة. لكن الغريب بعد كده، بعد ما خلصوا الدفن ومشيوا، راعي غنم كان معدي من عند المقابر قبل الفجر بيحلف إنه شاف نور ضعيف طالع من قبر عبد العاطي. اتخض، جري قال للناس ورجعوا معاه. لما حفروا القبر لقوا مفتوح شوية من فوق، ولما نزلوا يبصوا كانت الصدمة. جسم عبد العاطي متحول، وشه متجمد، عليه تعبير رعب، وإيده طالعة لفوق كأنه كان بيحاول يخرج. الشرطة والطب الشرعي جم، قالوا احتمال يكون دخل في غيبوبة عميقة مش موت. ولما فاق جوه القبر حاول يخرج ومات فعلا من الاختناق. لكن الغريب جدا إن في ناس حلفت إنها شافت نفس الراجل في الليلة اللي بعدها واقف عند باب بيته وبيبص عليهم من بعيد. ومن يومها محدش بيمر من جنب مقابر القرية بعد المغرب، واللي بيعدي بيقولوا انه بيسمع صوت حد بينادي باسمه من بعيد. هل فعلا عبد العاطي رجع، ولا مجرد لعنة من عالم تاني؟ لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وما تبخلوش علينا باللايك. ولو عندكم قصة زيها او حاجة مرعبة اكتر ياريت تكتبوها لنا في الكومنت، عشان ممكن تكون هي موضوع الفيديو اللي جاي.